السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل فيه الأكل الرسمية للشتاء، العدس. أيوة بقى لمحبين العدس بقى في الشتاء كده، جنبه العيش الجميل ده وشوية رز أبيض كده والجرجير والمخلل بقى وشوية كده بصل، حاجة كده آخر عظمة. تعالوا بينا النهاردة بقى اوريكم طريقتي في العدس، بجد اللي هيجربها هيحبها جدا 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 وهتحب العدس كمان. احلى حاجة ان هي فيها حاجات كتير ومغذية ومفيدة. معانا هنا اول حاجة العدس كده هتنقي نوع عدس اصفر كده وحلو وكويس من عند عطار كده كويس علشان يديكي نتيجة حلوة. زي ما انتوا شايفين كده معايا كوبايه من العدس، غسلتها كويس كده زي ما انتوا شايفين لحد ما نضفت معايا كده خالص، ونزلت بيها في الحله. معانا بقى الخضار اللي هيتحط على العدس، معايا بصلايه، جزرايه، بطاطسايه وكوسايه وطماطمايه ومعلقه كده صغيره من الثوم المفروم، او ممكن 3 فصوص كده من الثوم السليم لو مش عندك. معانا بقى البهارات، ملح، فلفل اسود، كركم وكمون وشوية من البهارات السبعة. نزلنا بقى بالخضار الجميل ده كله المفيد ده على العدس، وكمان حطينا البهارات. طبعا الكركم بيدي للعدس لون جميل قوي وبيخليه لونه اصفر كده وحلو. طبعا اولادك بقى اللي ما بيحبوش الكوسة وما بيحبوش البطاطس والحاجات دي كلها هتحطها لهم على العدس وهتضربها في الخلاط، مش هيحسوا بطعمها خالص. واكلة مغذية وجميلة، وطبعا ديت الاكل الرسمية في الشتاء. اكلم ماما كده عاملة ايه عدس، اكلم اختي عاملة ايه عدس، لما يكون الجو كده شتاء الاقي الكل عامل عدس مش انا بس. فانا بصراحة بعملها بالطريقة دي بتبقى حلوة قوي، وطعم العدس بيبقى في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما حطيته على النار بقى واستوى تماما، والجزر استوى والبطاطس استوت وكل حاجة بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حاجة كده تفتح النفس. حطيته انا بقى كده في الخلاط بعد ما برد، طبعا ما نحطوش هو سخن، اول ما يبرد كده هنحطه في الخلاط وهنديله ضربتين كده 3 لحد ما ينعم معانا. وطبعا انا ما بصفوش، انا بحطه كده على الشعرية على طول، لان طبعا انا بحب احمر له شعرية كده واحب احطه كده في الشعريه، بيبقى طعمه جميل قوي. العدس بالشعريه. طبعا لو انت ما بتحبيش الشعريه تقدري ان انت تستغني عنها وتعمليه عدس بس، لكن احنا بصراحه في البيت هنا عندنا بنحبه بالشعريه. حمرت كده الشعريه زي ما انتوا شايفين في معلقه سمنه ومعلقه زيت، وخليتها لونها ذهبي كده وجميل زي ما انتوا شايفين. انا بحب اديلها اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، ما بحبهاش تاخد اللون الغامق. اول ما اخدت اللون الدهبي اللي انتوا شايفينه ده نزلت عليه كده، نزلت على الشعريه بالعدس. شايفين اللهم بارك حاجه كده تحفه. شايفين الطشه الحلوه دي بتعمل صوت وبتبهدل البوتاجاز، بس كله فدا العدس مش مهم. هنديله تقلبتين 3 كده زي ما انتوا شايفين علشان الشعريه لو هي لازقه في الارضيه تحت تفك كده وتبقى معانا في منتهى الجمال. طبعا في ناس بتحب بقى تعمل له طشه زي بتاعه الملوخيه، انا بقى ما بعملوش الطشه بصراحه. ليه؟ لان انا حطيت الثوم وحطيت الكزبره الناشفه جواها خلاص، فما بعملوش طشه. انا بحبه كده من غير الطشه، بحب احط الحاجه تستوي مع العدس. اللهم بارك زي ما انتوا شايفين كده، اخد بقى كده غلوتين 3 على النار وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاجه كده في منتهى الجمال وفي منتهى الحلاوه، تفتح النفس كده وتخليكي تاكلي كده وتتدفي. شايفين اللهم بارك. انا بحب العدس تقيل، في ناس بتحب العدس خفيف، تقدري تخففيه عادي هتزوديه ميه، لكن انا بحب العدس تقيل كده زي ما انتوا شايفين. انا عندي عمر ابني عاشق للعدس، بيموت في العدس كده، بيعشقه عيش. يعني هو كان قاعد جنبي متشوق للعدس، مش عايزه اقول لكم ان هو سقف ورقص لما عرف ان انا عامله عدس. بحب العدس جدا. فعصرت على العدس طبعا كده ليمون، لان العدس طبعا ما ينفعش يتاكل كده من غير الليمونه. وغسلت بقى شويه كده جرجير وشوية خس كابوكشا ومخلل، وقطعت بقى بصل كده في خل وليمون، واحلى اكلة. وعملت جنبي طبعا رز ابيض، وكمان حمصت جنبه كده شوية عيش بالسمنة. الطعم كان روعة. اللهم بارك. اكل كده تفتح النفس، مغذية ومفيدة وكمان موفرة. اكلات اخر الشهر كده، اكلات موفرة وسريعة وكمان طعمها لذيذ. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ووصفاتي تكون بتعجبكم. بجد فرحانة جدا بالتفاعل اللي موجود على الفيس والتفاعل اللي موجود على اليوتيوب، وحاسة كده ان تعبي وفيديوهاتي وتعب السنين اللي فاتت كلها بدأت تجيب نتيجة. فشكرا لأي حد بيحط اللايك او بيكتب لي كومنت حلو، ما تحرمش منكم ابدا. وكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون خلص. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.